طيب يوم مميز طبعا جدا، زي ما احنا شايفين مع بعض سوق السيارات المصري بيتطور تطورات جميله. نعم هو السوق قافش بس العربيات نفسها بتتطور جدا، واخر تطور اهو شايفينه قدامنا حاجه بسم الله ما شاء الله. دي البورو سانجوي، دي اول عربيه 4 دورز وفيها 4 كراسي من فيراري، بيقولوا عليها ده فيراري اوف اس يو فيز. هم يعني عندهم تحفظ قوي على موضوع هي اس يو في ولا لا، يعني مش عارف، مش حابين يقولوا بصراحه كده ان هي اس يو في يعني. وهي فعلا العربيه شكلها من بره يعني مختلف جدا عن بقيه الحاجات اللي في الفئه دي، يعني مختلفه عن الاوروس مثلا. بودي مسحوب اكتر بكتير، العربيه تحسها اصغر شويه من الحاجات اللي في السيجمنت ده. ديزاين طبعا ايرودايناميك جدا، يعني عندك فتحات من اول العربيه مرورا بالجزء الجانبي ده وصولا لهنا في ضغط هنا دوت. عندك 4 فتحات للشكمان وديفيوزر هنا. الجزء ده طبعا كله كربون فايبر، مظبوط 23 بوصه، كاوتش ميشلين بايلوت سبورت 4 اس تقريبا، حاجه عملاقه جدا يعني. بص بقى البيبان عامله ازاي. طبعا البيبان هنا فريملس، الاوتر دي عشان الايروداينامكس. يعني الدخول للعربيه يعني حاجه تجربه غير مسبوقه بالنسبه لفيراري. جوه بقى التكييف شغال، عايزين نوطي التكييف ده. شكل الفتيس عامل ازاي، حاجه كده بتحاكي الفتيس الجيتد القديمه المانيوال اللي هي ده 8 سرعات دبل كلاتش. عندك هنا ديجيتال ديسبلاي، مفيش شاشه هنا، دي زي 296 الجي تي بي، نفس السكه. بص بقى هبل، جرب القعده بقى. حاجة يعني قمة في الراحة الحقيقة. قلت بقى يبقى في زرار عشان نقفل ولا حاجة. عندك هنا تكييف في القوايم، وهنا برضه، وهنا في سويتش كده مش عارف ده بيتحكم في ايه بصراحة. ديسبلاي هنا الراكب الأمامي، ده غير بقى الديسبلاي الرئيسي. جميل. عشان تخرج بقى بتعمل ايه؟ تفتح كده. بقول لك فيراري طبعا العربيات القديمه بالنسبه لهم ده خيال علمي، يعني انت عشان تدخل وتخرج اصلا من عربيه فيراري، الحاجات بقى التو سيترز القديمه او حتى الفور سيترز. يعني هي فيراري كانت عملت عربيات قبل كده فيها 4 كراسي زي الاف اف والجي تي سي 4 لوسو، بس طبعا مختلفة تماما عن اللي احنا شايفينه قدامنا ده. العربية دي طبعا شاسيه جديد خالص، هو في ميكس من الألمونيوم عالي الصلابة، والسقف كربون فايبر، موتورها قدام طبعا 6500 سي سي في 12 ان اي، مفيش بقى تربو ولا كلام فاضي. 715 حصان، 716 نيوتن متر عزم، اكسلريشن من 0 ل 100 في 3 ثواني و3 من 10، و توصل لسرعة قصوى 310 كيلومتر في الساعة. فتيس 8 سرعات دبل كلاتش،
نفس اللي موجود في الاس اف 90، بس اشتغلوا عليه ان هو نقلاته تبقى اسرع ودفع رباعي. اللطيف بقى في الموضوع ايه، ان العربيه دي مش لاي حد، انت حتى لو معاك فلوسها يعني مش ضروري ان انت تعرف تجيبها، انت لازم تبقى فري اونر لعربيه فيراري عشان تعرف تشتري البيور ساند والسعر انبوكس عشان الناس ما تتخضش.